انه الجيش قوات المالكي ميليشيات. جيد. لا، انها قوات المالكي نعم، لكنها مو ميليشيات. شلون؟ قوات المالكي عندما تقوم بمهمات وواجبات ذات طبيعة سياسية هي قوات المالكي. عندما تقوم بواجبات ذات طبيعة وطنية هي قوات الجيش العراقي. عندما تكون القوات العراقية ترفع العلم العراقي هي قوات الجيش العراقي. أما عندما تكون القوات العسكرية رفع أعلام ورايات وصور لا تمت للجيش العراقي ولا الدولة العراقية بالصلة، فهذه مو مالت الجيش العراقي. خلينا ننتقل دكتور حنان. رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت قال أن مجلس المحافظة عقد اجتماعا طارئا اليوم قرر خلاله إعفاء اللواء رزيج من منصبه، مبينا أن القرار قال جاء لإخفاق رزيج في إدارة الملف الأمني بالمحافظة. كيف تقرأين هذا الموضوع؟ أخفق يعني شنو؟ أخطأ؟ يعني ما اقدر ادخل بقضيه انا مو مختصه بها. هسه تقييمهم على شنو انبنى، ليش، شنو، هل بسبب مثلا المراكز لان سقطت، غيرها لاسباب سياسيه، ما اقدر ادخل بها حقيقه. بس انا عندي مجموعه ملاحظات ممكن ارد بها على الاخ. قال الجيش العراقي الجيش مو جيش عراقي لانه ما يرفع الاعلام العراقيه، يرفع رايات اخرى. حقه يعترض، لانه انتم تؤمنون ان من يرفع رايه يا حسين هذا مو عراقي، وبالتالي نفس المنطق تريدون تطبقوه. اليوم الجيش يتعامل كعراقي، يرفع ما يعتقد به، يرفع راية يا حسين، يرفع رايات غير العلم العراقي. اي يرفع رايات، من حقه يرفع، من حقه يرفع، وما ممكن تمنعه. وانا اعترضت على رفع راية يا حسين. إذن هذا فراق بيننا وبينكم، لا لقاء بيننا. هذه القضية نؤمن بها ونعتقد بها، لا يحق لكم أن تعترضوا عليها. لا مؤسسات الدولة. خليني أكمل. أنت تقول اليوم هذا الدعاية الانتخابية، المالكي هجومه على داعش بالأنبار دعاية انتخابية. المالكي لا يحتاج لهذه الدعاية الانتخابية، والأنبار ليست ساحة المالكي الانتخابية. إن كان أنتم تتصارعون فيما بينكم في ساحة صغيرة، المالكي ما بحاجة إلى عدة البصرة وعدة الحلة وعدة الديوانية وعدة النجف وعدة كربلاء. يروح مثل غيره من الكتل الشيعية الآن ملتهية تروح تثقف بالأرياف وبالأقضية وبالنواحي، ما يحتاج يروح يودي ولد الخايبات حتى يذبحون يمكم، ولا جزاء ولا شكورا، ما محتاجة. والله دماءهم في رقابهم. خليني أكمل الله يخليك. بس عند هاي النقطة، يعني يسأل سائل من فوضك بالحديث عن لسان الشيعة؟ أنا الشيعية وأمثل الشيعة، وأي واحد ما يعجبه خليه يروح للانتخابون يقول لهم ليش دكتور هذا الخطاب سيؤزم الوضع أكثر. ما يؤزم، هو يطلع انه جيفي بنفسه اللي هو رئيس مجلس النواب العراق باكمله. انا نائب عن بابل، انا امثل فئه صغيره جدا. انه جيفي لا يمثل السنه، يطلع يقول السنه انتهكت حقوقهم والسنه كذا والسنه كذا، وعيب على رئيس مجلس نواب يتحدث باسم طائفه لانه يمثل كل العراق. انا نائبه عن محافظه شيعيه واتشرف بكوني نائب عن محافظه شيعيه. ما لك علاقه، انت مو انت بن بابل، مو انت بن بابل، انا بنت بابل. اسمح لي، ما انتخبني انا، انتخبوني الفئه اللي انتخبتني امثلها خير تمثيل، ومن حقه يتحدث باسمها، وما من حق اي واحد يعترض. مثل ما سلمان الجميل يحكي باسم السنه، وظافر العاني يحكي باسم السنه، وطلال يحكي باسم السنه. ليش احنا ما يجوز نقول احنا الشيعة؟ هم يحق لهم بالعراق وخارج العراق وفي كل مكان يفتخر بكونه سني، وانا حرام علي اقول يا حسين، حرام اقول شيعيه. لا اخليه وافتخر، والما يعجبه يرجع راسه باقرب حائط يمه. يا حسين مو للشيعة، يا حسين لكل الإنسانية، لكل العالم. ويتشرف اليهودي والبوذي والمسيحي والغير مسلم يتشرف بالحسين. وانتم يا مسلمين تستنكفون من ابنه بنت رسول الله ان يرفع اسمه على مؤسسة انطينا دماء وتضحيات حتى تقعدون اليوم انتم تحكمون، قاعدين ويانا شركاء بالحكم بدمائنا بتضحياتنا. هاي لا تنسوها، بدمائنا احنا بشهدائنا، ابدا لا تنسوها. اثنين، يقول اليوم هجوم حنان على متحدون وليس على داعش. والله ما يقف مع داعش غير انتم يا متحدون، واسمعوها من عندي. والشارع بدأ يعي، كل اليوم ضد داعش ما عدا متحدون في موقفه مع داعش. سواء صرحتم ام لم تصرحوا، موقفكم على الارض يقول انتم مع داعش. ما تريد جيش يحاربها، تريد القاعده تبقى تحكم بينا؟ لا والله، ماكو عراقي غيور يقبل داعش والقاعده تحكمه. اثنين، تقول الجيش المالكي ما يخلي القيادات الجيش تجي في مجلس النواب حتى نحاسبها. يا اخي ومن ضعف الجيش غيركم؟ انطيني جلسه للجنه الامن والدفاع اذا ما بها ضابطين كبار ثلاثه. اسمح لي ليش كان الجيش العراقي انت شوف، لا تمجد لي بنظام، لا تمجد لي بنظام صدام. خليكم انتم ابتوا على نظام صدام، ابتوا على نظام صدام، ظلوا ابتوا منها 35 سنه لن يعود. انتهت بعد. شوف اخي، من اضعف الجيش هم. يريد تجيب القيادات. خليني اكمل ارجوك، انا ما قاطعتك، خليني اكمل ارجوك.
يريدون يجون القيادات الأمنية يقعدون في جلسة مجلس النواب، ويقوم المعلم والمدرس والمهندس والطبيب اللي يعرف بالأمنية والما يعرف يقوم يصرح ويغرد. جيشنا مكشوف ظهره اليوم أمام الإرهاب، يعرفون عدد جنودنا، وحده من خواتنا تطلع حتى سمك الخوذه اللي يلبسها الجندي قاموا يعرفوه، الدرع مسلح لو ما مسلح، الجهاز مالنا يشتغل لو ما يشتغل، بندقيتنا من يا نوع. بيا دوله بالعالم مقتضيات الامن الوطني تطلع بالاعلام اخي، ما منعهم فيه لجنه الامن والدفاع ان ياتي اي ضابط، وياتون اسبوعيا عشرات القيادات الامنيه وتسال ويستفسر، وعدهم اوليات كامله عن كل عملها. الاعتراض القضايا الامنيه لا تكون امام الاعلام، ما نكشف ظهرنا وظهر اولادنا وظهر جنودنا للقاعدة. يا أخي القاعدة مو تنظيم سهل، القاعدة العالم كله دا يحارب، العالم كله ما قادر له. يجي إحنا نحكي بكل سذاجة بكل سطحية. ليش والله ما يجي القائد الأمني بالجلسة العامة وتقعد الملاية وتقعد المعلمة وتقعد المدرسة وتقعد الطبيبة تناقش بالقضايا الأمنية؟ والله عيب علينا استخفاف بعقول الناس. وين احترام الاختصاصات أخي؟ اثنين. دكتور عذرا، سياسة كل شيء احكي أمنية، سياسة احكي ما